قبل ما تكتب رغباتك مهم جدا 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 تسمع الفيديو ده. طب سلمى، تنسيق المرحله الاولى ما نزلش ليه؟ او تنسيق الحد الادنى للمرحله الاولى ما نزلش ليه؟ الفكره كلها ان لسه النتائج او الشهادات ما وصلتش للمدرسه بتاعتك. تمام، طب انا هعمل ايه بالشهاده؟ ما انت ما تعرفش بقى ان طبعا رقم جلوسك متوزع. انت طبعا في فايل بينزل كده في البي دي اف طبعا مع الدفعه كلها، بيكون فيه ارقام الجلوس كلها. وطبعا انت بتكتب رغباتك بحاجتين، برقم جلوسك والرقم السري اللي موجود في الشهاده بتاعتك. فالرقم السري ده موجود في الشهاده اللي حضرتك هتروح تستلمها من المدرسه. ده مش مع حد غيرك، بس اوعى تديه لحد، لان لو حد مع رقم جلوسك طبعا ده متوزع مع الدفعه سهل جدا الشخص اللي انت قاعد قدامك يجيبه واللي قاعد قبلك يجيبه، لكن الرقم السري يكون معاك انت بس. لان لو حد مع رقم السري ورقم جلوسك انسى، ممكن يدخل يلعب لك في رغبات ويبدل الرغبات بتاعتك وتتقبل في كليه وتفضل في محافظه ثانيه متغرب. فبالله عليك، في ناس بتحب تعمل مقالب وفي ناس بتحقد على بعض. فبالله عليك رقم السري الموجود في الشهاده بتاعتك اللي هتستلمها من المدرسه، مش مع حضرتك او مع ابوك ومامتك واخواتك اللي هم اللي هيساعدوك في كتابه الرغبات. غير كده ما تدوش ولا لصاحبك ولا مش عارفه اصل ده بثق فيه. ما تثقش في حد. مهم جدا رقم جلوسك اتوزع، لكن الرقم السري ده ما توزعش لسه معاك، احتفظ بيه كويس جدا عشان تحتاجه في كتابه الرغبات.